السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمر يا أستاذ. أنت المعلم عطوة صاحب محل الفراخ ده؟ أيوة أنا يا أستاذ، في حاجة ولا إيه؟ أنا مفتش التموين يا حاج وجاي أسألك كام سؤال. طبعا طبعا، اتفضل يا بيه اسأل. يا ترى الفراخ اللي أنت بتربيها دي بتأكلها إيه؟ بأكلها رز يا سعادة البيه. يا نهارك أسود، بتأكلها رز والناس مش لاقية رز؟ غرامة 5000 جنيه. ما انا باكلهم رز يا استاذ عشان يتغذوا. ولا كلمة، لا الدفع لا الحبس. هدفع وامر لله، هعمل ايه يعني؟ مالك يا معلم؟ من ساعة ما جيت من المحل وانت قاعد زعلان يا اخويا. اسكت يا سعدية، مش النهاردة كان عندي مفتش التموين؟ وده كان عايز منك ايه ده يا اخويا؟ جه سألني بتأكل الفراخ ايه؟ وقلت له ايه يا اخويا؟ قلت له رز، قام عمل لي غرامة 5000 جنيه. معلش يا اخويا معلش، فداك حصل خير. المهم اما يجيلك مرة تانية اوعى تقوله انك بتأكلهم رز. امال اقول له ايه بس يا سعدية؟ قوله انك بتأكلهم ذرة يا اخويا وخلاص. خلاص ماشي، لو جالي بعد كده اقول له اني باكلهم ذرة. السلام عليكم يا معلم. وعليكم السلام يا استاذ، احنا زي الفل يا استاذ، وخلاص ما بنأكلش الفراخ بتاعتنا رز يا استاذ. امال بتأكلهم ايه يا معلم؟ بأكلهم ذرة. يا نهارك اسود، بتأكلهم ذرة والناس مش لاقية ذرة؟ غرامة 5000 جنيه. يا استاذ ما انا بأكلهم ذرة عشان يتغذوا. ولا كلمة، لا الدفع لا الحبس. هدفع وامر لله. عملت ايه النهاردة يا معلم؟ انا سمعت ان مفتش التموين جالك تاني. يا ريتني ما سمعت كلامك. ليه كده بس يا معلم؟ الراجل سألني بتأكلهم ايه، قلت لهم ذرة زي ما انت قلتيلي، قام مديني غرامة 5000 جنيه. لا ده كده عايزني انا اللي اروح له. هتروحي تعملي ايه يعني ان شاء الله؟ لا سيبهولي انا بقى يا معلم وما تشيلش هم. لما نشوف. السلام عليكم يا حاجة. وعليكم السلام يا اخويا، امرني. انا مفتش التموين يا حاجة، امال فين المعلم عطوة؟ المعلم يا اخويا ما جاش النهارده عشان عيان، بس انا مكانه. يعني انت يا حاجة شركته في المحل؟ شاركته ايه يا اخويا؟ تقدر تقول انا صاحبة المحل. طب حلو قوي، كنت عايز اعرف بقى يا حاجة دلوقتي بتأكلوا الفراخ بتاعتكم ايه؟ لا ما بنأكلهاش يا اخويا. ازاي حاجة ما بتأكلوهاش؟ امال بتعملوا ايه؟ بندي لكل فرخة مصروفها وهي تشتري اللي يعجبها.